كده غسلته وحطيت كده القشطه بتاعتي من تحت في بالقعر البرام من تحت. وبعد ما الرز اتصفى من الميه بتاعتي حطيت الرز وحطيت 3/4 البرام حليب والربع ميه، وطبعا معلقه صغيره من الملح، وقلبتهم وحطيتهم الفرن لحد ما اداني الارتفاع والقمر ده تقولي كده، يعني قالب كيك بجد بجد تحفه. بعد كده طلعته بعد ما اتشرب الحليب وسقيته كده بالسمنه البلدي معلقتين 3 كده، يعني زي ما انت حابه كده سمنه بلدي، وحطيته تاني في الفرن لمده كده حوالي 10 دقايق علشان يتشرب ويتشمع كده من السمنه. هنا حطيت الصينيه على النار وحطيت حبه كده من الزيت، ما يكونش كتير قوي، وبدات ان انا ارص فيها السمبوسك بعد ما الزيت سخن، واول ما بيبدا ياخد لون من تحت كده بقلبها على الناحيه التانية. هنا بقى برام الرز بعد ما قعد 10 دقايق في الفرن، شايفين الجمال؟ بعد ما تشرب السمنه البلدي بتاعتي حطيته 10 دقايق في الفرن. شايفين الجمال والطعامه بجد تحفه. من اكتر الاكلات اللي انا بحبها جدا جدا برام الرز المعمر ده.